ساعات كده بيخطر على بالنا سؤال مهم جدا، وهو الفلوس اللي معانا دي واللي بنتعب وبنشتغل وبيطلع عينينا عشان نجيبها ونشتري بيها اللي احنا عايزينه جت منين وازاي؟ لو عايزين تعرفوا الرد على السؤال ده ايه، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. كان العالم زمان بيعتمدوا في البيع والشراء على نظام اسمه نظام المقايضة قبل ظهور الفلوس أصلا. يعني ايه نظام المقايضة ده؟ نظام المقايضة هو صورة من صور التبادل اللي عرفها الإنسان بشكل مبكر جدا، واللي معناها إن شخص بيقدم سلعة أو خدمة مقابل الحصول على سلعة أو خدمة تانية. يعني مثلا أنت تديني قمح وحبوب وأنا أديك بدلها لحوم ودجاج. ونظام المقايضة ده فضل مستمر لفترة طويلة جدا من الزمن لحد ما تم صك أول عملة معدنية في التاريخ، واللي بترجع تاريخها ل 600 سنة قبل الميلاد على إيد ملك بلد اسمها ليديا بتركيا. وكانت العملة المعدنية دي مصنوعة من مادة الإلكتروم، وهي خليط من الذهب والفضة، وده خلى ليديا أغنى بلد في آسيا. وبعد كده دخلت العملة المعدنية دي بلاد فارس لأول مرة لما دخل الفرس ليديا سنة 546 قبل الميلاد. وبدأت العملات المعدنية تنتشر أكتر وأكتر في البلاد زي الهند واليونان، وفضلت عمليات البيع والشراء بتتم بالعملات المعدنية دي لحد ما أصدرت بريطانيا أول عملة ورقية في التاريخ سنة 1797 ميلاديا، وكانت العملة دي من فئة الجنيه والاتنين جنيه. طب إيه اللي خلى بريطانيا تعمل العملات الورقية دي؟ ده كان نتيجة المشاكل اللي كانت بتواجه الناس في نقل وتخزين العملات المعدنية اللي كانت مصنوعة من الذهب والفضة، وبكده بقت الناس تبيع وتشتري اللي هم عايزينه بكل أريحية. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.